السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا رب. اليوم راح نقدم لكم اسهل واسرع اكله تعملوها 15 دقيقه فقط وباربع مكونات. راح تاكلوا احلى ستيك واحلى طريقه وبنين بزاف، ويجي طري من الداخل. شوفوا، يعني ما يجيش ناشف، يحتفظ بالعصاره تاعو. يعني السوائل هذوك يقعدوا داخل. انه في طريقه راح تشوفوها، طريقه كيفاش نقلو فيها هذا ستيك باش ما ينشفش ويبقى هكذا كيما راكم تشوفوا ما شاء الله عليه. مع هذا البصل المكرمل وجنبه بطاطا مقليه ولا بطاطا مهروسه لا بيري، ولا الخضره تكون فوالا، ولا مع الخضره هكا شويه تجي هايله. المهم هنا كانوا عندي زوج ستيكات، شوفوا السمك تاعهم ماشي بزاف، يعني رقاق هذوما. نتبلوهم بالملح، نكتروا شويه الملح لانه الباقي كاع راح يلصق يروح في المقله. دونك نتبلوهم بالملح وفلفل اسود فقط، هذو هما برك التوابل اللي لازم نستخدموهم. نتبلوهم كامل وبيان سور من الجهتين، يعني من الجهه هذه ونعاودو نقلبو من الجهه الثانيه. وتحبوا تكتروا شويه فلفل كحل ولا شويه الملح على حسب كما يقولوا على حسب كما تحبوا نتوما. المهم هنايا كما قلت لكم نقلبوا من الطرف الثاني. فوالا هاد السمك ديال اللحم، هذا ستيك ما ياخذش بزاف الوقت ديال الطهي. في كل جهه ياخذ دقيقه فقط، وكل ما يكون السمك تاعو كبير كل ما ياخذ دقيقتين ولا ثلاثه. المهم هادو هما راهم واجدين. نروحوا نوجدوا مقله نحطوا فيها زيت الزيتون، ولازم يكون سخون، لازم المقله تكون سخونه ولازم تكون في اعلى درجه. يعني انا زدت له بزاف للغاز باش هكذايا اللحم ما يطلقش كامل هذاك بزاف الماء ديالو ويحتفظ بالسوائل. شوفوا، وهنايا ضفت الاكليل الجبل غوماغا. الا عندكم تانيك اوريغانو، الا عندكم زعتره، الا عندكم زعتره حطوها ثانيك. المهم هنا حطيت في صوص ديال الثوم، تحبوا تقطعوها على زوج ولا تخلوها كحبات كيما انا خليتهم. شوفوا النار راهي قويه هنايا، وكل جهه خدت لي دقيقه فقط، ما نطولوش باش ما ينشفش. ولكن يتحمر من التحت، شوفوا تحمر باش تقلبوه من الجهه الثانيه، ما تبقاوش غير تقلبوا فيه. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، وعلى النار تكون قويه. وبيان سور تاني كنا نقلبوا الثوم وهذا الغوماغا الكليل الجبل تاعنا. الا عندكم كيما قلت لكم زعتره تاني كتجي هايله. شوفوا كيفاش خلاص هنايا تحمرت الجهه الثانيه. نحوهم ونحو تانيك هذا الاكليل الجبل والثوم. وفي نفس المقلاة راح نجيبوا بصله صغيره برك، قطعتها كشرائح. وهنا تاني النار شويه تكون قويه لانه رانا حابين تحصلوا على بصل يكون يعني مكرمل، يعني يولي اللون تاعو ذهبي، وفي نفس الوقت ما يكونش طري خلاص. يعني حبيته شويه يشد روحه يمسك روحه. على كيما راكم تشوفون نبداو نقلبوا فيه غير شويه. ها هو تحمر، يعني صار لونه ذهبي ماشي تحمر، صار لونه ذهبي. نحوه. هاوليك في طبق التقديم حطيت الطبقه الاولى هو البصل، وحطيت فيه الثوم والاكليل الجبل. وتزيين كما حبيتو، كل واحد كيفاش يزين. انا هذه الطريقه تاعي اللي زينت فيها. الاكليل الجبل تحبوا تحطوا غير عود واحد، حطوا غير عود واحد، انا حطيت 2. نحب ريحه الاكليل الجبل بزاف. المهم هكذا نحطوا ستيكات تاعنا. قلت لكم كل ما يكون السمك ديال الستيك يعني كبير شويه، قد ما يعني تخلوها في النار تزيد يعني تقلى اكثر، ياخذ وقت اكثر، يعني دقيقتين كل جهه ولا. المهم هذه هي الوصفه تاع اليوم، هذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا عجبكم ما تنسوش تضغطوا على اللايك، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وتاني تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فوالا سيو هذه الوصفه دي جربوها وان شاء الله تنال اعجابكم. وكما قلت لكم ترافق مع بطاطا مقليه ولا بطاطا مهروسه ولا
خضر كما نقولوا سوتي، تجي هايله وتجي بنينه واللحم يكون طري داخل. المهم نتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.